واحد بيسألني عن سهم ايبوكو، بيقول لي ان هو كده خلص هبوط، يعني السعر الحالي سعر مناسب للشراء ولا لا. والله هو السعر الحالي يعني ايه، يعتبر كويس، يعني بنسبة مثلا ايه 80% ممكن يكون خلص تصحيح. بس برضو مفيش حاجة مضمونة. يعني هنبص للسعر الحالي، يعني لو احنا نفترض ان دي كل هذه موجة 3، تمام. فهو بيعمل لنا حاليا تصحيح موجة الرابعة. فلو وصل لينا عند 38% فيبوناتشي، فدي نسبة التصحيح المثالية للموجة رقم 3. فهو السعر يعني لو وصل بكرة 47.20، فيعتبر سعره كويس، تمام. بس وارد برضو يعمل لك كده اهو مثلا. يعني هو كده يعتبر ايه بنسبة كبيرة ان هو خلص، بس ممكن يعمل لك تصحيح تاني مركب يعني كل شيء وارد، فاهمني. ممكن يعمل لك تصحيح مركب تاني، هيبقى اللي هو WXY مثلا اهو. فانت ممكن يعني ايه الافضل تشتري في السعر الحالي مثلا، اللي هو اهو عند النسبة دي، تمام. وما تبيعش، تشتري وما تبيعش. ممكن يعمل لك ارتداد كده اهو، يروح جاي نازل لك تاني هنا مثلا، برضو احتمال وارد. فالافضل تشتري بالسعر ده، تمام، وتستنى بعد كده. وعندك نسب فيبوناتشي اهي، يعني يبقى الشكل ده مثلا. ممكن يجي لك هنا اهو عند يعني ديل الشمعة ده اهو. وده هتبقى منطقة شراء كويسة جدا في كلا الأحوال. يعني انت بتشتري في السعر ده، تمام. لو كسر لك بعد كده، هو لازم يجي. لو هو لسه مخلصش تصحيح، لازم هيجي بعد كده يكسر القاعدة اللي هيعمله هنا. وده فكرة إن التصحيح لازم يعمل لك قاع الأول، تمام، يكون قاع. يبدأ بعد كده يعمل لك ارتداد، وبعد كده يديك هبوط تاني ويكسر القاعدة. عشان يصعد تاني لازم بينزل يكسر القاعدة. يعني الحركة دي ممكن يعملها كذا مرة، اللي هو ايه يكون قاع، بعد كده يدي ارتداد، بعد كده يروح ينزل يكسر القاعدة. ادي اول موجة هي اللي بدأت من هنا، دي رقم 1، تمام. فبنرسم قناة سعرية من من قاع اللي هي رقم 1 لقاع رقم 3، ونوصل كده قناة سعرية صاعدة. شوف، فتجينا كده اللي هي رقم 3، تجينا تخترق القناة السعرية. يعني بص كده، دي رقم 1، دي رقم 2، رقم 3. شوف، لازم تيجي تخترق القناة السعرية، تطلع برا القناة السعرية. دي بتبقى صفات اللي هي الموجة الدافعة، اللي هي اللي بتعمل قمة جديدة. أي موجة تعملها قمة جديدة، بص عليها كده بالشكل ده، تفصلها بالشكل ده. ده رقم 1 2 3 4 5. فرقم 3 بتطلع تخرج برا القناة السعرية، تمام. رقم 4 بقى ممكن تجيلك فين؟ يعني احنا برضو عايزين نعرف هو خلص تصحيح ولا لأ. فرقم 4 يعني بتجيلك عند الحد العلوي للقناة السعرية. عشان كده بقولك احتمال كبير ان هو خلص تصحيح. يعني هيجيلك عند تقريبا يعني عند الحد العلوي للقناة السعرية، تمام. ولو ما خلصش تصحيح برضو، يعني هيديك ارتداد كده، وممكن برضو يخش في القناة السعرية تاني عادي. فممكن يجيلك عند نص القناة السعرية اهو، يعني يطلع كده شوية، يعرض شوية، بعد كده تلاقيه نزل لك هنا تاني او في اي حتة تاني في القناة السعرية، عادي خالص، مفيش اي مشكلة. عشان كده عشان كده يعني الافضل تشتري، او تشتري في الاماكن دي، وما تبيعش، تسيبه يرتد. والله لقيته ارتد ومكمل ماشي، لقيته مثلا ارتد وهيهبط تاني، فتبدأ بقى تشتري امتى؟ المرة التانية بعد ما يكسر ليك القاع اللي هو هيعمله هنا اهو. كسر ليك القاع، تبدأ بقى تشتري في الأماكن دي تاني. والسهم بعد كده هيطلع هيطلع يعني، هيروح يعمل قمة تاني جديدة.
بس فهو هي دي أماكن الشراء.